كل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، على مدار السنين اللي فاتت وانا بجهز البرنامج التدريبي للرياضيين اللي بدربهم خلال شهر رمضان، كان العنوان الأساسي هو الصيانة. الصيانة يعني تعزيز وتطوير جودة الأداء الحركي، وجودة الأداء الحركي بنعبر عنها بكلمتين اتنين: موبيليتي اند ستابيليتي. الموبيليتي والاستابيليتي هما القاعدة الأساسية لهرم الأداء الحركي الأمثل أو الأوبتيمم بيرفورمانس بيراميد، طبقا لما ذكره جريكوك في كتابه الممتع Athletic Body in Balance. وطبعا تعزيز وتطوير المتطلبات الحركية من الأمور الهامة جدا للوصول لأفضل نتائج ممكنة وتجنب حدوث إصابات. وأكيد طبعا هنحافظ على المكتسبات البدنية اللي احنا حققناها قبل رمضان بما يتوافق وإمكانيات وأهداف الرياضي اللي بندربه، وده بيتم عن طريق تحسين المدى الحركي والمرونة لمفصل الكاحل الأنكل جوينت، مفصل الحوض الهيب جوينت، والتي سباين أو الفقرات الصدرية، ومفصل الكتف الشولدر جوينت. وبعد كده التأكيد على الاستابيليتي لمفصل الركبة مع التركيز على تطوير وتنمية الثبات في المنطقة الفخذ حوض قطنية أو اللامبو بيلفيك هيب كومبلكس المعروفة بالكور ماسلز، ودي منطقة مهمة جدا جدا لرفع جودة الأداء الحركي والوقاية من الإصابات. بالإضافة إلى ذلك بنحافظ على المكتسبات البدنية اللي احنا حققناها قبل دخول شهر رمضان، مع الوضع في الاعتبار أهداف ومستوى الرياضي اللي بيتدرب معايا. كل سنة وانتم طيبين، وما ننساش ان شهر رمضان هو شهر عبادة بالدرجة الأولى، وما ننساش ندعي كتير لإخواننا في غزة.